بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ اخباركم يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل شويه معجنات حلوين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجه كده حلوه قوي. هي كيلو دقيق وكوبايه حليب، ما شاء الله نعمل كام شكل زي ما انتم شايفين كده، كلهم جمال وحلوين وهيشه جدا من جوه وطريه وزي العسل. ما شاء الله نشتغل شغل حلو، بس نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، علشان نبدا الفيديو بمقادير مظبوطه وحاجات مظبوطه تطلع معاكي النتيجه ممتازه زي ما انت شايفه ورهيبه وحلوه قوي. معانا اول حاجه هنا دول 2 كيلو دقيق، وهتلاقيني كاتبه في صندوق الوصف مقادير الكيلو. تمام كده. دول 2 كيلو دقيق منخولين طبعا. وعندنا هنا كوبايتين حليب. لكل كيلو دقيق هي كوبايه واحده حليب كفايه، علشان طبعا الدنيا غلا وانتوا عارفين. دول شويه زادوا، يعني الكوبايتين هزود عليهم الميه بتاعتي واحط 4 كوبايات ميه. بس ال4 كوبايات ميه ما هماش مليانين، او يعني ناقصين. كل واحده منهم حوالي 2 ملي بس من فوق، 2 سنتي واحد من فوق. تمام كده. الكوبايه اللي هتعيري بيها الحليب هي اللي عايري بيها الميه. تمام. بقى كده معانا 4 كوبايات ميه، كوبايتين حليب، ومعانا كمان نص معلقه ملح و4 معالق سكر. لكل كيلو دقيق ربع معلقه ملح، ولكل كيلو دقيق معلقتين سكر. تمام كده. معانا هنا كمان دي معلقه كركم. ده الكركم ده اختياري، بس بيدينا لون القرصه، بيكون شكلها اصفر كده وجميل من جوه، وفي الوقت نفسه هو رافع للمناعه. وده اختياري، لو مش عايزه تحطيه خلاص وبلاش خالص. هننخلها طبعا علشان نتأكد ان الدنيا تمام وما فيهاش اي حاجة خالص غريبة. وعندنا هنا كمان الخميرة بتاعتنا. لو انت بتستخدمي خميرة بيرة زي اللي انا بستخدمها العادية دي، هتستخدمي مكعب بنفس المقدار ده كده لل2 كيلو. للكيلو الواحد 10 جرام لو انت هتستخدمي كيلو واحد. وعندي هنا كوبايتين سمنة بنفس كوباية المية واللبن اللي احنا زودنا بيهم، اللي احنا عايرنا بيهم. خليت بس حبة سايحة من على الوش كده، علشان هحتاجها لاخر العجينة في الاخر. ولو انت كده مفيش مشاكل، بمعلقتين زيت عدلي بهم العجينة الاخر زي ما هوريكي. وعندنا معلقة خل. وهقلب كل الحاجة بتاعتي دي كده، وبحب احط كل حاجة في الاول علشان كل حاجة تبقى مندمجة مع بعضيها. وفي الوقت نفسه انزل بالدقيق، يبقى حاجتي كده تمام وما نسيتش اي حاجة خالص من المقادير بتاعتي. تمام كده. يبقى كده حطينا كوبايتين حليب، 4 مية، معلقة نص معلقة ملح، معلقة خل، معلقة كركم، معلقة 4 معالق سكر. تمام كده. هننزل بقى بالدقيق بتاعنا، بس بعد ما ندوب الخميره بتاعتنا حلوه قوي، علشان ما تكونش حته فيها خميره وحته لا. لو انت بتستخدمي الخميره الفوريه، استخدمي كيس لل2 كيلو في الصيف. في الشتاء بتستخدمي كيسين لل2 كيلو. لو هتعجني كيلو واحد في الصيف هتستخدمي نص كيس. هتعجني 2 كيلو في الشتاء هتستخدمي كيسين. تمام. في الصيف استخدمي لل2 كيلو كيس واحد بس. وهبدا اعجن العجينه بتاعتي بعد ما نزلت بالدقيق وسميت الله كده، علشان حاجتي تكون فيها بركه وتكون حلوه. العجينه بتاعتي في الوقت ده بقى انا مش عايزاها لا ناعمه قوي، يعني لا هي آه، سايحه معايا قوي او هي متماسكه معايا قوي، لا عايزاها متوسط، علشان لو هو جو صيف بيحتاج العجينه متماسكه معاكي شويه، علشان ما تسحش منك وتغلبك وانت بتفردي. لو الجو شتا برضو هتخلي العجينه طريه سنه، علشان بتمسك معانا من جو الشتا والسقعه اللي حوالين العجينه بتاعتنا. تمام. الميه بتاعتنا والحليب في الشتاء بيكونوا دافيين، الميه بتاعتنا والحليب في الصيف بيكونوا باردين من حنفيه عادي، والحليب بدرجه حراره المطبخ عادي. وهعجن العجينه بتاعتي حلوه قوي. اهم حاجه في الوقت ده العجينه بتاعتي تبقى مظبوطه. كده انا كنت مخليه حبه دقيق، قلت لحسن العجينه بتاعتي تيجي ناشفه قوي. العجينه بتاعتنا بتاعت الفينو او القرص اللي احنا بنعجنها النهارده دي، لو جات ناشفه شويه بتخلي القرص بتاعتي ناشفه، ما هياش طريه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. جبت لكم الحته دي عشان اوريكم ان النتيجه ما شاء الله اللهم بارك ممتازه ورهيبه، وحاجه بجد حلوه قوي وطعمها زي العسل. نعمليها بقى لاولادنا في المدارس، للجامعات، ليك انت للبيت العادي، افطروا بيها، اتعشوا بيها، حلوه قوي. هنا عندي بقى معلقتين سمنه، هبدا ان انا الم بهم بس العجينه بعد ما عجنتها. في الوقت ده انا عجنت العجينه بتاعتي، هي لا هي متماسكه قوي ولا هي طريه قوي، هي معقوله متوسطه. وهبدا المها بالمعلقتين السمنه دول علشان خاطر اخلع ايدي منها، واخلع العجينه بتاعتي من الطبق، واديها كمان نسبه نعومه. فقبل كده كنا بنحط معلقتين زيت، المتوفر عندك استخدمي، ما عندك الزيت عادي معلقتين سمنه الاخر كده من المجين برضو السمنه بتوعك، واقلمي بهم العجينه زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله العجينه ممتازه وطالعه حلو قوي. هلم بقى العجينه بتاعتي حلو قوي وادلكها بايدي حلو، وهلمها واركنها من نص ساعه لساعه حسب الجو عندك. لو شتا هتاخد ساعه، لو صيف هي هتاخد نص ساعه بس وهتخمر. تمام. بعد ما هلمها كده هسيبها واجيب العجوه بتاعتي اعدل فيها براحتي، علشان خاطر عبال ما اعدل العجوه بتاعتي اجهز الصواني، اشيل الحاجه اللي انا عاجنه فيها والحاجات دي كلها كده اركنها، وابدا من جديد بحاجه جديده اللي هي الصواني بتاعتي والعجوه والحاجات دي زي ما انت شايفه كده.
العجوة بتاعتنا فصصناها وحطينا عليها معلقة سمنة ومعلقة سمسم حسب احتياجك انت. عايزة تحطي سمنة بس وما تحطي سمسم اللي يريحك، بس السمسم بيخلي لها طعم جميل في قلب القرصة. بدأت مسحت الصينية بتاعتي بحبة زيت وهبدأ أقطع العجينة بتاعتي، مش هطلع الخمر منها خالص. لو طلعت الخمر منها بيزيدها خمر زيادة وبيخلي القرصة بتاعتك ناشفة. لو خليتيها بالخمر بتاعها وقطعتي بس وحطيتيها بتخلي الخمر بتاعها جميل، والقرصة بتاعتك بتكون هايشة وجميلة زي ما شفتي كده، وبتكون مورقة من جوه ما هياش مسكوعة. اللي بينشف معانا القرصة انك بتفضي منها الخمر بتاعها وتعجنيها تاني بعد ما خمرت، بتاخد يبس تاني وتاخد عرق تاني، بتبقى عرقها زيادة أو نسبة الجلوتين فيها زيادة بعد ما تعجنيها مرة تانية، فبتخلي العجين بتاعك ناشف وبتخلي القرصة بتاعتك ما هياش طرية وهيشة كده. تمام كده؟ تمام. يبقى أنا اختمرت في الطبق خلاص، على كده ما هبطش الخمر بتاعها. كفاية قوي لما أنا بهبطه وأنا بعدل القرصة في إيدي، يعني الوقت وأنا بقطعها كده كفاية قوي إن أنا الهواء برضو بيخرج مني غصب عني. فهبدأ أقطع القطعة على قد المزاج اللي انت عايزاه. عايزة القرصة صغننة هتعمليها صغيرة، عايزة القرصة كبيرة شوية زي احنا الفلاحين كده اعمليها كبيرة زي ما ترتاحي برضو. تمام كده. هبدأ أقطع كمية بس على قد الصينية الأولى، مش بقطع الكمية كلها. هم دول ما شاء الله 2 كيلو حلوين مش وحشين. كنا قبل كده بنعجن 5 كيلو و10 كيلو، المرة دي عاجنين 2 كيلو بس، بحيث انك انت لو هتعمليهم على قد المدارس كده حاجة خفيفة. لو هتعجني كيلو برضو هتلاقيني كاتبالك مقادير الكيلو ومقادير النص كيلو كمان في صندوق الوصف. صندوق الوصف للناس اللي مش عارفه، اللي بتقعد تسالني في التعليقات، هتدوسي على عنوان الفيديو وانت شغاله معايا الوقت هتدخلي على طول في صندوق الوصف. ماشي. جبنا اول قطعه معانا وقلبناها على وشها، يعني وشها تحت والقعر بتاعها فوق، وبدات اديتها تبطيطه بسيطه من الحروف وحطيت فيها العجوه بتاعتي زي ما انت شايفه. هنعمل واحده تانية برضو هوريكي. معانا التانية ببدا اجي على الحروف بس قليل قوي لو دوست ايدي في الوسط، وببدا الم الحروف بتاعتي. اهم حاجه اقفلها كويس علشان خاطر تبقى القعر بتاع القرصه بتاعتي جميل. تمام كده. تمام. هبدأ اركنها برضو بنفس الشكل بس هحط على الوش اللي انا قفلتها منه واحدة تانية كمان برضو. وشوف العجوة بتاعتنا بنعملها ازاي. بنقطعها كرة صغنونة كده ونبططها في ايدينا ونفردها، هي بتكون جميلة. وبقى خلاص على كده بنكمل بقية الكمية بتاعتنا كده. وتعالي بقى اوريكي هنعمل الاشكال بتاعتنا هتكون ازاي. نفس الشكل عملنا برضو العجوة معاكي اهي، ولميت عليها القرصة بتاعتي من الظهر وحطيتها على الوش. بخلص الكمية بتاعتي وببدأ بأول واحدة نفس الشكل برضو اللي انا قطعتهم، ببدأ من اول واحدة انا قطعتها. تمام كده. علشان بتكون اخدت الخمر بتاعها وارتاحت وببدأ ابدأ فيها على طول بتكون سهلة كده. عملنا الكمية كلها بنفس الشكل. وتعالي بقى نجيب الصينية بتاعتنا اللي هي مش مدهونة حاجة خالص، لان السمنة بتاعتنا متوفرة زيادة في القرص عندنا. تمام. بديها تبطيطة بنفس الشكل كده. وتعالي بقى نعمل اول شكل هيكون شكله جميل وهيعجب الاولاد وهيبقى حلو قوي. هنعملها بطريقتين. اول طريقه اللي انت شايفاها دي هعملها وافردها واحطها في كده. لو انت عايزه تخليها قرص بالعجوه بس زي ما انت شايفه كده خليها زي ما هي. عايزه تعمليها الشكل اللي احنا هنعمله هتعملي بنفس الشكل ده. الشكل ده بيجي مع حاجات الكحك والبسكوت، ولو انت مش متوفر عندك باي غطاء ازازه كده واعملي بنفس الشكل. وبالسكينه برضو او بالمقص، لو المقص عندك نظيف للمعجنات بس اشتغلي بيه، ما هوش للمعجنات بس بلاش خالص وكفايه السكينه. السكينه مش هتعرفي تشتغلي بيها بمعلقه مكان ما بناكل كده بيها، وهتفضلي تاخدي كام شكل كام شكل اسهل ليكي عن السكينه كمان. تمام كده. وهتعملي بنفس الشكل كده كام شكل فيها بتدينا شكل جميل قوي في القرصه. في الوقت ده عايزه تقطعيها صغير مفيش مشاكل، عايزه تعمليها ساده خالص من غير عجوه هتقطعيها برضو بنفس الشكل وتبططي على طول، ما تمليش من جوه عجوه بقى. تمام. وهتبداي تعمليها بنفس الشكل ده كده، وبنكمل بنفس الطريقه لغايه ما بنخلص الكميه بتاعتنا. ده مره تانية عملتها في ايدي كده من غير ما احطها في الصينيه، ورجعت شلتها من ايدي حطيتها في الصينيه على طول. ده برضو سهل عليكي عن الصينيه كمان. اهو بنفس الشكل عملتها كده بايدي، وبايدي التانية لقيتها وحطيتها برضو. العجينه حلوه معانا ومرتاحه وجميله، وفي الوقت نفسه مش واخده خمر زياده. في كل معجناتك ما تقطعيش الكميه كلها بتاعتك كده. خلصنا اول صينيه وهنركنها ونبدا في الشكل التاني بتاعنا. ده كان الشكل بتاعنا التاني اللي هم برضو فايضين من اول الصينيه الاولى. هبدأ اديهم بنفس التبطيطة كده واحطهم. عايزة تخليهم بنفس الشكل خليهم، عايزة تديهم الرسمة اللي احنا عملناها في النص دي زي الافران كده اعمليها. دي قرص الافران اللي هي بالعجوة بتكون جميلة، بس شهادة لله دي احلى من الافران بكتير. كل نعمة ربنا حلوة الحمد لله، بس الحاجة اللي انت عاملاها في بيتك بتكون اجمل. السمنة اللي احنا استخدمناها سمنة بلدي جميلة حلوة زي العسل.
عايزه برضو تحطي انت سمنه على زيت مفيش مشاكل، متوفر عندك استخدميه، طالما انت عامله الحاجه بمحبه هتبقى حلوه. ده شكل تاني بقى اللي هو شكل هنعمل بقى شكل الكروسون معانا او الباتيه. تمام كده اهو بنفس الشكل. عايزه تبططيها زي كده بالظبط وتبداي تعمليها مفيش مشاكل. عايزه تفرديها بايدك تدوريها كده وتبداي تبططي حته رفيعه وحته سمينه شويه، وهتبداي تلمي من عند الحته السمينه وهتديكي بنفس الشكل، وعلى حسب القطعه بتاعتك هتديكي الحجم بتاعها. يعني لو انت قطعه القطعه كبيره هتديكي ما شاء الله اللهم بارك واحده باتيهه كبيره. هتعمل القطعه صغنونه هتديكي واحده باتيهه مقنره وصغيره. عايزه تحشيها جبنه او عجوه او اي حاجه في الوقت ده او شوكولاته، هتحطي في الاول خالص من الحته اللي انا هوريها لك دلوقتي اهي، ما شاء الله جميله حلوه زي العسل. ده واحده تانية هنعملها بنفس كده برضو، بس مش هنبطط ومش هنفرد، يعني مش هنكور بايدنا وندور زي ما عملنا. هنديها بس كده شكل المستطيل ونبدا نديها بزاويه او بورب كده شويه بالسكينه، ودي هتكون اتنين ما هتكونش واحده. عايزه اوريك انك انت لو عايزه تعملي الكبيره هتعمليها كده، وعايزه تعمليها صغيره شويه تعمليها بنفس الشكل. تمام. من بدايه ما بدات الف هتحطي حته العجوه بتاعتك او الشوكولاته او الجبنه من عند كده هناك من كده بالظبط، ماشي، وتبدا تقفلي عليها كويس علشان ما تسحش منك الشوكولاته وتشر منك في الصينيه ويبقى شكلها مش حلو. بنفس الشكل، بس انا ما حبيتش خالص احطهم، انا حباهم ساده كده. هنعمل بنفس الشكل كده زي ما انت شايفه. هبدا اديها بالمستطيل كده لفوق ولتحت لغايه ما تستوي معاك انت بقى نشابه استخدميها، معاكيش برضو احنا عملنا من غير نشابه خالص عشان الدنيا تبقى سهله معاكي. وهبدا اديها واشد عليا وابدا اطبق تاني، اشد عليا وابدا اطبق عشان اديها رول كتير واديها طبقات كتيره. تمام كده بنفس الشكل كده، وهنكمل لغايه ما نخلص المقدار اللي انت عايزه برضو تعمليه. وده كده كان تالت شكل معانا في القرص بتاعتنا او قرص الافران بتاعتنا والقرص الفلاحي زي ما تسميها سميها او المعجنات كده. ماشي. هنكمل برضو نفس الصينية دي كده نفس الشكل لغاية الاخر، وهنعمل بقى الشكل التاني اللي هي القرص الفلاحي السادة خالص من غير عجوة ومن غير اي حاجة مع بعضينا. ولو انت عايزة تحشيها جبنة برضو احشيها. ده كده كان الشكل التاني. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شكلها حلو قوي والعجينة ما شاء الله مساعدة معانا لانها مظبوطة. تعالي بقى للشكل التالت بعد ما قطعناهم برضو وكورناهم، هنبدأ بس نفرد على طول مع بعض. دي بقى مش محتاجة حاجة خالص لان احنا عملناها سادة علشان ممكن تاكليها، عايزة تاكليها بجبنة مفيش مشاكل، عايزة تاكليها كده مع الشاي برضو مفيش مشاكل. وببدأ أبطط وأخلي مسافة بين القرصة والقرصة، وخاصة اللي هي سادة علشان بتاخد خمر زيادة شوية غير اللي فيها عجوة. واللي فيها عجوة كمان برضو بخلي مسافة بينها وبين التانية، بس في الوقت نفسه ما بخليش مسافة كبيرة قوي ولا قليل قوي، المتوسط زي ما انت شايفة كده. ولو حبيتي تضيقي زيادة عن كده، بس انا طبعا الصينية عندي زيادة وعندي القرص اللي باقية قليلة، فحبيت ان انا اوزعهم بنفس الشكل في الصينية علشان يبقى التسوية واحد زيهم زي بعضهم. ما احطهمش على جنب واخلي الجنب التاني فاضي علشان وقت التسوية يكون سهل عليكي. ماشي. تعالوا بقى نشوف الكمية اللي احنا عملناها مع بعضينا كلها، وتعالوا بعديها نروح عند الفرن. دي كانت الكمية بسم الله ما شاء الله اللهم بارك من 2 كيلو دقيق هيطلعوا لك احلى كمية. هبدأ اسوي من اول صينية انا عملتها. تمام كده عملنا كام شكل؟ 4 اشكال بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حلوين قوي. تعالي بقى نروح عند الفرن ونشوف هنسوي ازاي. هنا عند الفرن انا كده في الوقت ده مولع الفرن وسايباها على نار عاليه، وجبت معلقه سكر ومعلقتين حليب زي ما انت شايفه، وبدات دهنت القرص بتاعتي. عايزه تدهنيها سمنه من على الوش مفيش مشاكل، عايزه تدهنيها زيت مفيش مشاكل، عايزه تدهنيها بيضه ومعلقه فانيليا مفيش مشاكل. تمام كده. وحبه حليب وسكر اي حاجه كام شكل. عايزه ما تدهنيهاش خالص برضو بتكون جميله، السمنه اللي جواها هي بتخليها شكلها جميل. كنا عاملين قبل كده القرص المبسوسه، وكنا عاملين القرص الفلاحي باللبن الرايب، وكنا عاملين المنين الفلاحي القراقيش، عاملين حاجات كتيرة. اللي تحتاجي اطلبيه في التعليقات وانا من عيني ليكم حاضر، وهتلاقيني برضه حطهم لك باذن الله في صندوق الوصف. هنا شكلت اول تشكيله دهنتها زي ما شفتيني كده او شكلتها وحطيت عليها السمسم بتاعنا. عايزه تحطي سمسم، عايزه تحطي حبه البركه، عايزه تحطي شمر، اي حاجه انت عايزه تحطيها على الوش مفيش مشاكل. ومش عايزه تحطي حاجه برضه خالص انت وذوقك في اكلك. كده انا وطيت الجوانب وحطيت الصينيه بتاعتي، وطيت الجوانب والنار فوق المتوسط علشان الصواني بتاعتي سمكها من تحت عالي. لو انت الصواني بتاعتك سمكها من تحت رقيق هتخلي في المتوسط بس او تحت المتوسط. تمام كده. والجوانب بتاعتي على الهادي يعني فوق الهادي بشويه اقل من المتوسط. ودي كانت اول صينيه طلعت معانا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ما فيهاش ولا غلطه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه حلوه قوي. عايزه تصغري انت القرصه مفيش مشاكل، عايزه تخليها كده برضو مفيش مشاكل، اللي ترتاحي له انت اعمليه في التقطيع وفي الشكل بتاع التسويه الاخير.
انما العجينه لازم تعجنيها زي ما شفتي علشان خاطر تيجي معاكي مظبوطه وتيجي معاكي النتيجه مظبوطه في الاخر. ودي كانت تاني صينيه ودخلناها زي ما انت شايفه. بعد 4 دقايق طلعتها اوريها لك. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده ناجحه من اول مره، ما شاء الله اللهم بارك. هديها تدويره بس كده بسيطه، وكمان هزود اقفل الباب عليها علشان تديني نفس الشكل كده في التسويه. هطلع برضو الصينيه بتاعتي التانية زي ما انت شايفه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ناجحه ممتازه، ناجحه مية مية. وتعالي دي كانت تالت صينيه برضو، دهناها بنفس الشكل وحطينا برضو عليها سمسم ودخلناها برضو. بتاخد معايا من حوالي من 10 دقايق لربع ساعه في الفرن. النار تكون فوق يعني في المتوسط، في المتوسط، مش اعلى ولا اوطى، لان القرص الفلاحي لو هديت لها النار قوي هتنشف منك، لو عليتي النار قوي هتتحرق منك. تمام. هديها بس دهنة سمنة كده، وكل صينية بطلعها بديها دهنة السمنة اللي على الوش دي، ودي برضو اختياري، بس بتدينا شكل جميل قوي علشان بيكون شكلها حلو واللي فيها لمعة حلوة قوي كده وانت حطاها قدامك. تمام كده. تعالي بقى نشوف الصواني بتاعتنا بعد ما بردت والنتيجة بتاعتنا عاملة ازاي. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة بجد بجد فوق الممتاز. وزي ما قلت لك، عايزه تعمليها لسندوتشات الاولاد بتبقى ساده وبالعجوه، يعني اللي بالعجوه دي ممكن تحطيها لهم في اللانش بوكس بتاعهم، مش محتاجه غموز معاها ولا اي حاجه. والساده لو انت عايزه تحطي فيها جبنه وتحشيها لهم جبنه برضو مفيش مشاكل، يبقى انت كده وفرتي كتير خالص عن ما تشتري من بره لانشون وفينو والحاجات دي كلها. تمام. وانت برضو هتفطري منها في البيت عادي انت والاولاد. حاجه بجد جميله وناجحه وحلوه قوي وهشه وقطنيه وزي العسل. يلا حبايبي، اي حاجه في الفيديو مع ناقصاكي، معلومه ناقصاكي، اكتبيها في التعليقات وانا تحت امركم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تصلوا على الحبيب في التعليقات. ودمتم بخير وصحه وسعاده وسلامه. وقولوا لي ايه رايكم في المنتج بتاعنا النهارده. حاجه بجد بجد جميله، هشه جدا وحلوه زي العسل وطريه قوي، القرصه بتاعتها طريه زي العسل. يلا حبايبي، افوتكم بعافيه ان شاء الله كده، وخير وصحه وسعاده وسلامه. مع السلامه، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا ان شاء الله كده يعود علينا كلنا اليوم بألف خير. مع السلامه.